المنافسه ده حق مشروع لاي لعيب، وكمان احسن من انت لما يبقى عندك مثلا انت كفرود وقاعد لي فرود جامد، مستنين ان انا مثلا ما ابقاش كويس في ماتش، ما اسجلش ماتشين ثلاثه ورا بعض، هو ياخد فرصه يسجل، انا نفسي هشتغل على نفسي. فده طبيعي. في الكوره عامه لازم يبقى في حد زي ما نقول بيدبدب في ظهرك. انت على يعني لما انا دخلت على عمرو زكي وميدو ولاعيبه كبيره فراوده، يعني وكنت بتلعب الواحد كمان كان بيشوفها في بشكل التلفزيون أساسي بيتخض يعني. يعني. بس انت لو ما عندكش القدره وان انت تشتغل على نفسك وتموت نفسك في الملعب، مش هتلعب اساسا. الموضوع يبقى صعب. فانت النهارده سيف الجزيري ما يعني بيلعب لوحده تقريبا، لسه جايبين له ناصر منسي في شهر واحد، لسه برضو الراجل مش عايزين يعني ما اشتغلش، ما لسه ما خدش فرصة اشتغلش لسه خالص وما يعني. ظهرش. عكس مثلا لما كان موجود بقى مصطفى، وكان موجود سيف الجزيري، وكان موجود كان في منافسة لا كان في جامدة منافسه جدا. شرسه جدا. وكان في برضو لعيبة من الشباب الصغيرة ولو موجودة. تفتكر لما ساسي قعد شويه لعب امام عاشور جنب طارق، فالدنيا مشيت ان هو في ناس بتدبدب وراك، في ناس بتدبدب وراك.